الراجل اللي انتوا شايفينه ده ممثل كان بيمثل في الافلام الابيض واسود زمان، وكان دايما يطلع بدور الشرير او بيشتغل في عصابه او كده. الراجل ده اسمه شالاديمو. شالاديمو ده عايزه احكي لكم حكايته. ان هو كان بيحب الممثله او سوري الراقصه دي اللي هي زينات علوي. دي كانت رقاصه مشهوره جدا وقتها، وكانت رقاصه يعني فوق الوصف، كانت جميله جدا. المهم حبها وراح لها في يوم من الايام وقال لها بقول لك ايه، انا بحبك جدا وعايزه اتجوزك. قالت له انت اتجنيت في عقلك؟ بتحبني وتتجوزني ازاي؟ انت مسيحي وانا مسلمه، فازاي هنتجوز؟ المهم شلاضيمو ده ما كدبش خبر، جرى على طول على الازهر الشريف واشهر اسلامه وبقى مسلم، وراح لها على طول تاني علشان خاطر يفرحها ويقول لها ان هو بقى مسلم زيها. طبعا هو فاهم ان هي هتفرح جدا وهترحب بيه وهتتجوزه، لكن اتصدم صدمه كبيره جدا. ما راح لها بقى هو فرحان جدا وسعيد وفاهم ان هي هتبقى مبسوطه طبعا ان هو دخل الدين الاسلامي عشانها. قال لها يا زوزو انا بقيت مسلم عشان خاطرك وعشان ايه اتجوزك. فطبعا شافته كده، انت فرحان كده ليه؟ انت اتهبلت؟ انت اتجنيت في دماغك؟ هتجوزك انت؟ اذا كان رشدي اباظه بجلاله قدره كان بيجري ورايا في الاخر ابص لك انت. فطبعا اكتئب بقى وبقى زعلان جدا ومطوع على نفسه، وفضل في بيته وقافل على نفسه الباب، ما بيكلمش حد ولا بينزل ولا بيطلع ولا بيروح اي مكان. لحد وهو قاعد كده في يوم من الايام قعد يفكر كده في الدين الجديد اللي هو داخله ده، دين الاسلام. قعد يفكر فيه وابتدى يقرا كتب وابتدى يقرا القران لحد ما اقتنع بالدين الاسلامي 100%. وبعد كده ابتدى بقى هو يمارس حياته عادي ويشتغل لحد ما اتعرف في الوسط الفني كله ان هو يعاني نفسه يروح يحج. مين بقى اللي حقق له الامنيه دي؟ عماد حمدي. قرر ان هو فعلا ان هو يطلعه يحج، فطلع مع شويه فنانين كده يحجوا، ويشاء القدر ان هو يموت في الحج على جبل عرفات. انتشرت بقى حكايته في الوسط الفني كله، وبقى قاعدين يقولوا كلهم يعني ازاي طول حياته بيحب رقاصه بيجري ورا رقاصه وفي الاخر يموت في يعني اشرف واطهر مكان في الكره الارضيه على جبل عرفات. الله يرحمه.